مرحبا بكم في هذا الفيديو الشيق، حيث سنتعرف على أقدم 10 سلالات كلاب عرفها البشر. انضم إلينا في هذه الرحلة المثيرة لاستكشاف تاريخ وأصول هذه الكلاب المذهلة التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من تاريخنا. سنكشف عن حقائق مدهشة وقصص مثيرة وراء هذه السلالات التي ترافق الإنسان منذ آلاف السنين، ونكتشف كيف أثرت حياتنا وتطورت لتصبح الكلاب الرائعة التي نعرفها اليوم. استعدوا لرحلة لا تنسى في عالم تاريخي مليء بالمفاجآت والإثارة. أتمنى أن تستمتعوا بكل لحظة من هذا الفيديو الممتع، فلا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم المزيد من المحتوى المميز. كلب السالوكي هو فصيلة أليفة من الكلاب، والتي عرفت برفقتها الملكية قديماً لكبار الحكام، بداية من الفراعنة مروراً بالإسكندر الأكبر وبالإمبراطورية السومرية، ووجد لها تماثيل عند المقابر المصرية القديمة منذ 2100 قبل الميلاد، وهي تتسم بقدرة كبيرة على الصيد نظراً لسرعته الفائقة، ولذلك كان قدماء العرب يستخدموه في صيد الغزلان. كلب أفغان هوند تتسم تلك الفصيلة من الكلاب بالسرعة والخفة والنشاط، وهي قديمة جدا، فبالرغم من أننا لا نعرف الكثير عن أصولها، إلا أنه وجدت صورا لها في برديات فرعونية وكذلك في كهوف أفغانستان الجنوبية. وظلت تلك الكلاب في أفغانستان لأن تصديرها كان ممنوعا لفترة طويلة، وكان هذا سبب نسبته للأفغاني، ولكنها أحضرت إلى أوروبا في العشرينيات تحت إشراف هندي، ولقد كان الفنان المشهور بيكاسو يقتني منها واحد ويحبه جدا، وأطلق عليه اسم بافي، وظهر معه في إحدى لوحاته. كلب شولو آيتس كونتولي من أقدم السلالات التي عرفها البشر، ويرجع أصلها إلى المكسيك، وتتسم بأنها حيوانات جلدية تخلو من الشعر والفراء تماما. وصلت لدرجة أنها عبدت في وقت ما في المكسيك، حيث اعتقد الناس أن الإله شولوتو قد خلقها من فضة عظم الحياة، والتي يؤمنون أنها خلقت منها كل البشرية، فكان بمثابة منحة من الإله شولوتو إلى البشر، وأمرهم بالحفاظ عليه والرفق به، وفي المقابل سيرشدهم في عالم الموت وفي حياتهم الأخرى. كلب بريفيان إنكا أوركيد تعتبر تلك السلالة من أقدم فصائل الكلاب، وترجع أيضا إلى عصر ما قبل الميلاد، ولكن مع الأسف انقرضت تلك الفصيلة من الكلاب بعد غزو بيرو، إلا بعض الأعداد القليلة جدا الموجودة في بعض قرى بيرو، لأنها كانت تحتاج إلى عناية خاصة سبب طبيعة جلدها الحساسة جدا. كلب شارب الصيني ترجع أصول تلك الفصيلة إلى قرية تسمى تالي في الصين، ولقد وجد بعض التماثيل لذلك الكلاب تعود إلى ما قبل الميلاد، وتتسم تلك الفصيلة بلسان أزرق في أسود، وهي تتفق في ذلك مع قبيلة كلاب تشاو تشاو، حيث أن تلك الفصيلتين فقط من الكلاب اللتان تتمتعان بألسنة زرقاء وسوداء. كلب كاتاهولا ليوبارد ترجع أصول تلك الفصيلة إلى لويزيانا بأمريكا الشمالية، وتم تسميتها على اسم أسقفية كاتاهولا في لويزيانا، وهي كلاب صيد محترفة، فيمكنها تسلق الأشجار للوصول إلى الفريسة المطلوبة، ما يجعلها كلاب قوية جدا. كلب نيوبولاتين ماستيف نال هذا الكلب شهرة كبيرة بعد نزول سلسلة هاري بوتر في دور العرض، حيث إنه كان الحيوان الأليف المرافق لشخصية هاغريد في الفيلم. تتميز تلك الفصيلة ببنية قوية ووزن ثقيل، ويقال أنها ترجع إلى عصر الرومان، حيث كانوا يشركوها في الحرب ويلبسونها ألجمة جلدية قوية لتستطيع قتل الأحصنة من الأسفل وانتزاع إحشائها. للأسف كادت أن تنقرض تماماً بعد الحرب العالمية الثانية،
ولكن فنانا إيطالي قام بتهجين ما تبقى منها مع كلاب من سلالة الماستييف العادية. كلب البولي. تتميز تلك الكلاب بشكلها الذي يشبه ممسحة المطبخ أو الحمام لدينا في المنزل، ولكن تلك الخيوط ليست موجودة هباء، فهو مزود بتلك الخيوط لمساعدته على الطفو، فهو مضاد للغرق، وغير معروف مصدر تلك السلالة تحديداً، ولكن هناك مزاعم بأنها كانت موجودة في أيام قدماء الرومانيين، وكذلك في عصر ما قبل الميلاد. مظهرها وشكلها فرض على مالكيها الاهتمام القوي بها والحرص على ألا تتسخ وتبقى نظيفة ومظهرها جميل. انضم إلى قافلة المعرفة والتسلية. اضغط لايك واشترك اليوم لتكون جزءاً من مجتمعنا المميز.